راديو مساكن، ومعاكم يحيى الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن الكلمة الطيبة، وعنوان هذه الحصة الثانية هو الكلم الطيب من الإيمان. أنتم تعرفون أن الإيمان هو جوهر ثمين في الإنسان، والإيمان هو منبع كل خير لهذا الإنسان المؤمن. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآيات العظيمة الكريمة تربط بين الإيمان والكلمة الصحيحة، الكلمة الطيبة التي فيها سداد وصواب وحكمة وموعظة. اتقوا الله أي راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم، وقولوا قولا سديدا أي قولا قاصدا غير جائر، حقا غير باطل، ليوفقكم الله لصالح الأعمال وليتقبل منكم ويغفر لكم الذنوب والأوزار. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى الذي تلوناه من قبل، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظروا كيف ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين خيرية الكلمة، فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت، إما أن يقول خيرا وإما أن يسكت. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي رواه أصحاب السنن: رحم الله امرئا أي إنسانا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي بالزينة الخارجية الظاهرية، ولكن الإيمان ما وقر في القلب، ما آمن به الإنسان ورسخ في قلبه، وما صدقه بعمله وكلامه. وقد قال الحكماء: إيمان بلا أثر كشجر بلا ثمر. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم بين السعي إلى الصلاة وهي عبادة والكلمة الطيبة، إشارة منه إلى أن الكلمة الطيبة عبادة كذلك كسائر الشعائر التعبدية الدينية. فقال صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فالكلمة الطيبة هي ميزان للإيمان،
وعلامة على صدق العبادة لله سبحانه وتعالى. إذا ذهبت الكلمة الطيبة ذهب الإيمان، ولم يصدق الإنسان في عبادته لله تعالى، وكان تدينه تدينا مغشوشا. وصدق أحد السلف الصالح حين قال: التدين المغشوش أخطر على الأمة من الكفر. التدين المغشوش حين لا يوافق باطن الإنسان ظاهرة، هذا تدين مغشوش، وهو أخطر على الأمة من الإلحاد والكفر. يا ربي صل على الهادي واغفر ما أنت به أعلم، واسمح يا ربي بغفران بالهادي القادر الأعظم. للهادي معجزة عليا، فاسمع لحديثي وترنم. للهادي معجزة عليا، فاسمع لحديثي وترنم. أعرابي جاء للهادي معه ضب لا يتكلم. يا ربي صل على الهادي واغفر ما أنت به أعلم، واسمح يا ربي بغفران بالهادي بالقادر الأعظم. وقال الأعرابي من يشهد، قال اختر من ترضاه حكم. قال الأعرابي من يشهد، قال اختر من ترضاه حكم. فاختار الضب وقال له إن شهد الضب أنا أسلم. يا ربي صل على الهادي واغفر ما أنت به أعلم، واسمح يا ربي بغفران بالهادي بالقادر الأعظم. نظر المختار وقال أتشهد لي يا ضب، فقال نعم. فتعجب منه الأعرابي وتذلل للهادي وأسلم. يا ربي صل على الهادي واغفر ما أنت به أعلم، واسمح يا ربي بغفران بالهادي بالقادر الأعظم. آمنت به وببعثته وبأن الله له كلم. آمنت به وببعثته وبأن الله له كلم. أشهدكم أني خادمه والروح فداه إن سلم. يا ربي صل على الهادي واغفر ما أنت به أعلم، واسمح يا ربي بغفران بالهادي بالقادر الأعظم. لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله
رسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لحق الأعداء به يوما وشكى الصديق له بألم. يا رب صل على الهادي واصلح يا ربي بغفرانك بالهدي القادر الأعظم. فاختار الغار ليختفيا ودعا الرحمن لكي يسلم. فاختار الغار ليختفيا ودعا الرحمن لكي يسلم. فإذا بالغار عنكبة نسجت بالباب فلم يعلم. يا رب صل على الهادي واغفر ما أنت به أعلم واسمح يا رب بغفرانك بالهدي القادر الأعظم. لا فصل بين الجانب النظري والجانب العملي في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هكذا استقامة القلب لا تتحقق إلا باستقامة اللسان. انظروا أيها الإخوة الكرام العلاقة المتكاملة بين الجانب الباطني أي سريرة الإنسان وبين الجانب العملي الظاهري وهو اللسان. أيها الإخوة الكرام، إن من المؤسف جدا أن كثيرا من المؤمنين لا يعيشون هذه الحقيقة. تراه يؤدي الصلوات في أوقاتها ولكنه لا يحفظ لسانه من الكلام الخبيث الذي لا يليق بالمؤمن الذي جرى لسانه بالقرآن الكريم والتسبيح لله. إن ألسنتنا أيها الإخوة المؤمنون تجري فيها تسابيح لله سبحانه وتعالى وآيات عظيمة كريمة، فكيف تختلط هذه التسابيح وهذه الكلمات بكلمات خبيثة؟ ولذلك قال أحد السلف الصالح: طهروا هذه الأفواه فإنها مسالك التسبيح، فإنها سبل وطرق تمر عليها كلمات الله سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر حين قال: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. لهذا كان هناك رقيب على كل كلمة تخرج من هذا اللسان الذي جرى بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. فليحذر المؤمن أن يكون في غفلة. اللهم لا تجعلنا في غمرة، ولا تأخذنا في غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.